أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. لو لسه ما اشتركتش انزل دلوقتي دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن مسلسل من كلاسيكيات الدراما المصرية، مسلسل ضوء الشارد اللي اتعرض سنة 2002 ولسه لحد دلوقتي عايش في ذاكرة الجمهور. المسلسل بيحكي عن بدر الهلالي، الشخصية اللي قدمها الفنان الكبير ممدوح عبد العليم. بدر راجل صعيدي صاحب هيبة وسلطة، لكن حياته بتتقلب لما يقرر يتجوز من بنت أصغر منه ومن عيلة أقل في المستوى. وهنا تبدأ الصراعات الكبيرة بين العائلات وبين القوانين العرفية والقوانين الرسمية. العمل ركز بشكل كبير على قيم الصعيد زي الشرف، الكرامة، النفوذ وحتى قضايا الثأر. بالنسبة للتمثيل، ممدوح عبد العليم قدم واحد من أقوى أدواره. رشوان توفيق ويوسف شعبان زودوا ثقل وقيمة للمسلسل. أما رانيا يوسف وباقي الفنانات فوجودهم أضاف بعد عاطفي وإنساني للقصة. الإخراج والتصوير كان في غاية الدقة، خصوصاً مشاهد الصعيد والديكورات واللبس اللي خلوا المشاهد يعيش جو الصعيد بواقعية كبيرة. السيناريو مكتوب بعناية والحوار باللهجة الصعيدية كان متقن جداً، بس زي أي مسلسل من الزمن ده في بعض الإطالة في الحلقات. الموسيقى التصويرية كانت عنصر مؤثر، ساعات بتدي قوة وشموخ للمشهد وساعات بتسيب أثر حزين يخليك متأثر جداً. تقييمنا للمسلسل: القصة 8.5/10، التمثيل 9/10، الإخراج 8/10، السيناريو 8/10، الموسيقى 8.5/10، التقييم النهائي 8.4/10. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا لمسلسل ضوء الشارد. قولولنا في الكومنتات ايه اكتر شخصية او مشهد فاضل في ذاكرتكم من المسلسل. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مراجعة افلام ومسلسلات.